حاسس انك فاشل، حاسس انك مش قادر تضيف لنفسك او للي حواليك اي حاجه؟ اسمع الثلاث اشخاص دول عملوا ايه. اولا عنترة بن شداد، شخص واحد بس ولكن استطاع لوحده ان هو يعمل هيبه لقبيله كامله. فنجد ان في جيوش كامله تخاف تدخل قبيله عبس لمجرد ان فيهم محارب يدعى عنترة ابن شداد. الشخص الثاني المتنبي، كان دايما يجيبوه في المعارك علشان يقول قصيده مثلا ان هي تلهب حماس الجنود، فيبقى الجنود عندهم استعداد كامل للموت، وهو اللي بيقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. فنجد ان هو من خلال بعض الأبيات لوحده كان بيلهب حماس جيش كامل. عندنا كمان الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه، ربنا عز وجل يلقي في قلبه حب الإسلام في غزوة الخندق، اللي هي كانت يعتبر أشد غزوة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي بسبب الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه يعمل حيلة توقف الحلف اللي ما بين اليهود والمشركين، وتكون سبب من ضمن الأسباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في هذه المعركة. المتنبي كان لوحده، عنترة بن شداد كان لوحده، نعيم بن مسعود كان لوحده. فانت لوحدك لو انت فاهم انك ما تقدرش تغير اي حاجه فانت غلطان. جواك قوه عظيمه ولكن عليك ان انت تعرف نفسك.